الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن والأمان والسلام. لا زال الحديث مستمرا حول أسلوبه صلى الله عليه وسلم مع المستفتيين، وكيف أنه ينشر السلام من خلال فتواه ومن خلال ما أجوبته وردوده على الأسئلة والفتاوى التي ترد عليه صلى الله عليه وسلم. وكان من أسلوبه عليه الصلاة والسلام في الإجابة على الأسئلة: إذا سئل عن شيء لا يعلمه لم يجب السائل. إذا سئل عن شيء لا يعلمه لم يجب السائل. فتارة يصمت صلى الله عليه وسلم ويسكت حتى ينزل عليه الوحي، وتارة يخرج صلى الله عليه وسلم ويقوم من مجلسه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيين، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي ولي أخوات؟ فلم يرد علي شيئا، ثم خرج وتركني، حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هكذا نزلت هذه الآية في جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الكلالة كما لا يخفى على شريف علمكم مشاهدي الأكارم، هو الميت الذي لا والد له ولا ولد، وترك أختا أو أخوات أو تسمى بالكلالة. فإن كانت الأخت لوحدها فهي ترث النصف، وإن كان معها أخت أخرى فيرثان الثلثان، يأخذان من الميراث الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فيكون بينهم القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا لا فرق بين كونها أخت شقيقة أو الأخت لأب، ولا فرق أيضا بين الإخوة كونهم إخوة أشقاء أو إخوة لأب في أصح قولي أهل العلم. هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بهذه الآية العظيمة التي تبين ميراث مسألة الكلالة. الشاهد من هذا الحديث مشاهدي الأكارم هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من المكان حتى ينزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى، وحتى لا يتكلم بغير علم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل دلالة قاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله وما يتلفظ به كله وحي من الله تبارك وتعالى، كما نصت آية النجم
ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته وأفعاله كلها وحي من الله، بل حتى أفعاله صلى الله عليه وسلم الجبلية تعتبر وحي من الله أيضا في أصح قولي العلماء، لعموم قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا النبي الكريم العظيم يجب على الأمة أن تتبعه في كل أحواله مطلقا، في كل أحواله، حتى تنال محبة الله تبارك وتعالى ومغفرته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. باب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي. يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري، وإنما كان يصمت ويسكت كما بينا. وهذا يدل أيضا على دلالة قاطعة على أنه أيضا نبي كريم صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا، فهو عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يأتيه العلم من الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: وربما سكت النبي صلى الله عليه وسلم انتظارا لنزول الوحي. فعن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق، الخلوق يعني الطيب، وعليه أثر الخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم: وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله. يعني كانت هذه عادة عمر إذا نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي فإنه تتغير حالته عليه الصلاة والسلام، يعلوه العرق ويتصفد عرقا صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وتتغير ملامحه، يعرف من خلال ذلك نزول الوحي عليه الصلاة والسلام. فكان في هذه الحالة يستره عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يعلى هذا الصحابي الذي معنا يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي، فكان يقول: وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. فقال عمر: تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت: نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط كغطيط البكر. البكر هي الجمل حينما يخرج منها الصوت يسمونه أقرب ما يكون بالغطيط، فهذا الغطيط أيضا كان أشبه ما يصدر منه النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه الوحي من شدة ما يلقاه عليه الصلاة والسلام. قال: فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. وهذا طبعا معروف في مسائل الفقه أن المعتمر لا يصح منه أن يلبس القمص ولا السراولات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه ورس أو زعفران أو شيء من الطيب. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع الجبة ويلبس إزارا ورداءين، وأن يغسل من جسده الطيب الذي تطيب به،
ويعمل في عمرته كما يعمل في حجه. هكذا وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيضا من هذا الحديث سكوت النبي عليه الصلاة والسلام حتى تنزل عليه المعلومة. وحينما يشاهد الصحابة رضوان الله عليهم هذا الموقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتأكد لديهم أن هذا رسول لا يتحدث من عنده ولا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما هو وحي من الله تبارك وتعالى، وإنما هو أمين على أمر الله تبارك وتعالى، يؤدي رسالة ربه تبارك وتعالى. هذه حقيقة يعني فائدة عظيمة وقضية كبرى في تأكيد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء رجل أعرابي جاف جريء فقال: يا رسول الله، أين الهجرة إليك؟ أين الهجرة إليك؟ حيثما كنت أم إلى أرض معلومة أو لقوم خاصة أم إذا مت انقطعت؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة. ساعة يعني مدة، وليس ساعة كساعتنا اليوم 60 دقيقة، وإنما ساعة المقصود بها مدة زمنية. ثم قال: أين السائل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل: أين السائل عن الهجرة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة. فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة. بالحضرمة كأنما هي المقصود بها في مكانك أو في بلدك، نعم، أو في مكانك الذي أنت تعيش فيه. قاله عليه الصلاة والسلام: إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر. وبفتح مكة انقطعت الهجرة، إلا لمن وقع أمره شبيها بأمر الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يتمكن من أداء واجبه ومن أداء عباداته ولربه، فحين ذلك يجب عليه أن يهاجر من المنطقة التي هو فيها إلى منطقة آمنة يؤدي فيها عبادة ربه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. ولكن إن حصل وجد وضع مشابه لوضع الصحابة رضوان الله عليهم من الأذية وعدم التمكن في أداء ما أوجب الله عليهم، فحين ذلك يجب على المؤمن أن يهاجر من المنطقة التي قد يحصل له فيها فتنة في دينه، إما لنفسه أو لأبنائه من بعده، فإنه مسؤول عنهم أمام الله تبارك وتعالى. فكما يجب عليهم أن يربيهم على الإسلام والتقوى والصلاح، يجب عليهم أيضا أن يهيئ لهم البلد المناسب لأن يكونوا عبادا صالحين لله تبارك وتعالى. كذلك في بعض الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهنا في المعنى أيضا الذي في الحديث الذي معنا هو أقرب ما يكون: إذا أديت الصلاة، إذا أقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر، يعني مهاجر إلى الله تبارك وتعالى بطاعتك لله وترك معصيتك له، فأنت تعتبر مهاجر وحققت عبادة الهجرة لله تبارك وتعالى. وكم أحوجنا اليوم أننا نفقه ونفهم مشاهدي الأكارم، وخصوصا إخواننا الإريتريين الذين يعيشون في البلاد الغير إسلامية، بلاد الغير إسلامية، يجب عليهم الخروج قدر المستطاع من هذه الدول الكافرة إلى دول مسلمة،
بالنظر إلى التوازن في إقامة دينهم ودنياهم وعدم تعرضهم للفتن، سواء كانت فتن الدنيا من الفقر والبلاء أو فتن الدين والتعرض للكفر. ولكن هكذا أن يبقى الإنسان في بلاد الكفار ويعيش بين ظهراني الكفار وكأن الأمر لا يعنيه، فهذا لا يمكن أن يطمئن إليه قلب مؤمن أبدا. كيف تعيش في ظهراني الكفار وأنت ترى أبنائك وبناتك قد تأثروا، وإن لم يتأثروا هم فسوف يتأثر أبنائهم، يعني أحفادك ربما يتأثرون مستقبلا وأنت ربما تسأل عنهم وأنت في قبرك. فالوضع خطير جدا إخواني المسلمين والإريتريين، الوضع خطير. بقاء الإنسان بين ظهراني الكفار أمر خطير، يجب عليك أن تبحث البديل المناسب لأبنائك. بارك الله لنا ولكم في كل خير. تتمة الحديث: ثم قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت ثياب أهل الجنة أتنسج نسجا أم تشقق من ثمار الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تعجبون من جاهل يسأل عالما؟ قال: فسكت هنية. وهنا الشاهد أيضا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي حتى ينزل عليه، ثم قال: أين السائل عن ثياب الجنة؟ قال: أنا. قال: بل تشقق من ثمار الجنة. وأحيانا يصرف السائل إلى شيء يفيده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل يصرف السائل إلى شيء يفيده، كما حدث معنا في من سأل متى الساعة قال: وماذا أعددت لها. ومن عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأسلوبه الرائع أنه كان يقبل من المستفتي أن يراجعه وأن يحاوره عليه الصلاة والسلام، وأن يأخذ ويعطي معه. فكان هذا يعني يعطي للسائل الأمن والأمان، وأيضا يضع السائل كذلك في عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم من التواضع والعطف والرحمة على المستفتي. انظروا إلى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، هذه المرأة الصحابية الجليلة التي كان يقف لها عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ويسمع لكلامها، وإذا سئل: لم تقف لعجوز؟ يقول: ألا أقف لمن سمع كلامها من فوق 7 سماوات. وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها، زوجة الصحابي أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها قالت: والله في وفي أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء، يعني حصل بينهم خلاف، هي كلمة هو كلمة، هو كلمة هي كلمة، فغضب رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار وليس بطلاق، ولكنه يسمى عند الفقهاء ظهار. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فزاد فإذا هو يريدني على نفسه. يعني خرج رضي الله عنه وارضاه في نادي قومه، ربما تحدث معهم وهدأت نفسه وطابت ورجع عن غضبه رضي الله عنه وارضاه، ثم عاد إلى ممارسة حياته الطبيعية وأراد أن يجامع زوجته. قالت: فقلت: كلا والذي نفسي خويلة بيده لا تخلص إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله
فينا بحكمه، فمنعته من نفسها وقالت وأقسمت بالله والذي نفس خولة بيده لا تخلص إلي، يعني لا تقربني ولا أسمح لك أن تجامعني، لأنك قلت كلاما لا أدري أهو طلاق أم هو غير طلاق، حتى يحكم بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى هذه المرأة التي تخشى الله تبارك وتعالى وتتقيه، وتعلم أن ما قاله هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كلام خطير، وكلام ربما يؤدي إلى الانفصال النهائي من العشرة الزوجية، وهي امرأة مؤمنة، وهذا العقد، عقد النكاح، عقد كان بأمر الله تبارك وتعالى، فبالتالي يجب عليها أن تحافظ عليه أو أن تتركه بأمر من الله. وكم اليوم من المسلمين من يتهاون، مشاهدي الأكارم، في مسألة الطلاق، وربما طلق مرتين وثلاثة وعشرة وعشرين ولا يهتم، وتبقى زوجته معه ويجامعها ويعيشون والعياذ بالله ولا يهتمون بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا والعياذ بالله استهزاء بالدين وتهاون وعدم احترام لأوامر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذا الدين معاشر المشاهدين مبني على القول، أنت بقول لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، والكافر والعياذ بالله بإنكاره لهذه الكلمة العظيمة وقوله بالكفر يخرج والعياذ بالله، أو يبقى في كفره ولا يدخل في الإسلام. ومن قال عبارات الكفر يرتد ويخرج من الإسلام. فبالقول يحصل هذا الأمر إخواني. وأرى إذا متى ما أردنا أن ننكح امرأة بإذن أهلها يتم العقد بمجرد الكلام، زوجتك ابنتي فلانة، وهو يقول قبلت، يحصل أمر الله تبارك وتعالى من الخلفة وبناء أسرة، ويكون هناك فيه بركة. هذا باللفظ. وكذلك الطلاق أيضا يحصل باللفظ. فإذا حصل من الرجل أن تلفظ بالطلاق الصريح أو غير الصريح وكانت نيته نية الطلاق، فإن الطلاق يقع، وخصوصا فيما يتعلق بالطلاق الصريح، سواء نوى أو لم ينوي فإنه يقع الطلاق. 3 جدهن جد وهزلهن جد، ومنها الطلاق، ومنها النكاح والطلاق. فإخواني الكرام، بعض الناس يعني يقع في هذا المحظور الخطير، ويطلق زوجته مرات وهي تبقى معه أيضا، ولا تراجع المحاكم ولا تراجع المستفتيين إلا من رحم الله تبارك وتعالى، فهذا خطير. نعم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها. يبدو أنها خرجت من البيت مسرعة، وحصل بين زوجها وبينها خلاف، وأرادت أن لا يقربها، فكان لابد منها أنها تخرج فتستعير ثيابها. وطبعا البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة جدا، لا يتصور أحد أنها خرجت بلا عباءة وبلا حجاب في الشارع هكذا، لا، إنما كانت البيوت متقاربة، بين بيتها وبين جارتها يكون جدار فاصل فقط، فربما في دقائق معدودات خرجت من بيت ودخلت إلى بيت حتى تلبس ثياب جارتها رضي الله عنها وأرضاها. فذهبت بعد ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه. وهذا الجلوس الجميل العظيم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهي قريبة منه وجالسة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يحصل لكثير من الملوك والأمراء، يكون الذي لديه حاجة على بعد مسافة 10 أمتار
والملك هو الأمير في كرسيه وفي عرشه. كلا، هذا ليس من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس مع الناس يتواضع لهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جالس بين يديه، جالس بين يديه، هكذا هي تقول. مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نواصل هذا الحديث الممتع عن والعود أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه خولة رضي الله عنها وارضاها تقول: فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. بقيت رضي الله عنه وارضاها تشتكي من سوء خلق هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه، لأنه كبر وشاخ فضجر، وكان أخلاقه غير جيدة مع زوجته رضي الله عنها وأرضاها. وهذا في الحقيقة طبعا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك النسوة اللاتي يشتكين أزواجهن، قال: ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. فالخيرية المطلقة تكون لمن يكون ذا خلق عظيم مع زوجاته ومع أهله، أهل بيته. فمتى تكون أنت خلوقا مع زوجتك فأنت من أهل الخيار والصلاح الذين لهم رفعة عالية عند الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا الدين العظيم، قال: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. فإذا كان المرء يا إخواني سيء الخلق مع زوجته القريبة منه، فكيف سيكون مع غيرها؟ فكيف سيكون مع غيرها؟ بالطبع هذا عنوان بائن أن هذا الرجل حقيقة ليس على الجادة، وليس على الخير، وليس على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. أحوج ما يكون الشخص إلى حسن أخلاقك زوجتك وأبناؤك ومن هم قريبين منك، هؤلاء أحرص الناس، أحوج الناس إلى حسن تعاملك. ولذلك أوصى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحسن التعامل مع الأسيرات وهن الزوجات. قال عليه الصلاة والسلام عموم النساء: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعوان هو جمع عاني، والعاني هو الأسير. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر أيضا ما وصى به عليه الصلاة والسلام مشاهديه الأكارم حينما فاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى وهو في سكرات الموت، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وملك اليمين جزء من النساء، رضي الله تعالى عن نساء الصحابة أجمعين. فتشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء خلق هذا الرجل. وهذه المرأة أيضا كانت صابرة إلى حد ما جاءت لتشكو زوجها إلا لما اضطرت في حكم شرعي. وهكذا المرأة العاقلة أيضا تصبر على أذى زوجها ولا تفضحه عند المفتيين والقضاة والمشايخ وأئمة المساجد، بل أولا أو تفضحه عند الشماغلة وما يسمونه عندنا الإريتريين الشماغلة الذين هم اللجان التي تصلح. لا، بل تصبر على زوجها وتحاول أن تصلحه بالدعاء والتضرع إلى الله وبالترهيب والترغيب قدر المستطاع حتى يهديه الله تبارك وتعالى إلى الحق. لكن حينما تنتهك حرمات الله فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني لا يصلي الرجل مثلا وحاولت معه تكرارا وتكرارا بالنصح والتوجيه والإرشاد، فلا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي. في هذه الحالة تبلغ أهلها أو تبلغ أولياء أمورها أو تبلغ العلماء والمفتين وأئمة المساجد عن هذا الزوج الذي لا يصلي. نعم، هناك أمور حد، أو أن يقع منه أيضا في الطلاق المحرم أو الظهار المحرم. هنا لا بد لها أن تفصح عن هذا حتى تعلم أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسولهم. هذا يبدو من خلال قصة خولة بنت تعلم أنها هي صابرة على زوجها،
وصابرة على سوء خلقه، لكن حينما تلفظ لزمها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات كانت مما كانت تقوله يعني للنبي عليه الصلاة والسلام لي منه عيال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا. وكان هذا من عظيم يعني كلماتها وسجعها الجميل في أنها كونها يعني أن هذا الرجل صاحب عيال وصاحب أبناء فإن طلقت منه وخرجت تضرر الأبناء. ولذلك كثير من الأخوات والنسوة يشتكين من هذا فعلا، من أجل زوجها تصبر ومن أجل عيالها أيضا تصبر. ولكن إخواني وأخواتي للشرع حدود يجب علينا كما أسلفت لكم أن نحترمها. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. يا سلام، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينها وبين زوجها، وهذا هو الواجب أيضا بين المصلحين. إذا جاءتك امرأة تشكي زوجها فكن مصلحا حتى لو قالت ما قالت، حتى لو بينت لك أمور تقشعر منها الأبدان وسمعت من القصص والمواقف التي لا ترضاها أنت لابنتك ولا لأختك ولا لخالتك ولا لعمتك، حين ذلك لا تتجرأ ولا تسرع في أن تأمرها بالطلاق أبدا، بل أصلح قدر المستطاع وهدئ من روعها وكن مصلحا. نعم، هكذا كان ينشر السلام عليه الصلاة والسلام بين المستفتيين ويصلح بينهم. يا خويلة يرخم اسمها عليه الصلاة والسلام حتى يكون قلبها رقيق لسماع نصحه صلى الله عليه وسلم. ابن عمك، ويبين أيضا عليه الصلاة والسلام قرابته هذا الرجل منها، ليس هو فقط زوجك بل هو قريب منك، فهناك يعني صلة الزوجية التي فيها المودة والرحمة، وكذلك هذا أصبح قويا فيما يتعلق بأنه ابن عمك. وهنا أيضا نقول لمن تزوج من محارمه، يعني من أقاربه، أقصد زواج من المحارم لا يجوز، لكن أقصد بالمحارم يعني من الأقارب، الزواج من الأقارب معناته أن هذه الصلة اليوم أصبحت قوية وأصبحت متينة، فيجب علينا أن نحترمها ونقدرها ونراعيها حتى لا تكون سببا في القطيعة. لذلك كثير من الناس يقولون كلمة قبيحة غير موفقة: الأقارب عقارب. هذه كلمة غير صحيحة، بل الأقارب هم الرحمة وهم العصبة وهم حقيقة الذين يقفون معك عند الشدائد، الأقارب. لذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها ابن عمك فاتق الله فيه، ابن عمك فاتق الله فيه، أي أنه أصبح شيخا كبيرا وهو من أقاربك وأيضا أنت زوجته، فاصبري على سوء خلقه وحاولي قدر المستطاع أن تتقي الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. يعني ما برحت بمعنى أنها ما تركت المكان ولا خرجت منه حتى أنزل الله عز وجل آيات بينات في حكم هذه المرأة. قالت فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه، يعني تغشاه يعني نزل عليه، أصبح يعني أصبح ما يكون يعني يغشي الليل النهار، يعني يغطي هذا بهذا، فغطى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الصفات التي كان يتغير بها صلى الله عليه وسلم. إذا غشاه الوحي كان كما قلت لكم يتصفد عرقا ويتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى يتبين للشخص أن ثمة أمر قد حصل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم سري عنه، وهذه الحادثة تحصل في دقائق لا تطول من خلال السرد
ومن خلال الصبر لكثير من أحاديث الوحي يتبين أنها لحظات حتى يسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الآيات التي تنزل طبعا. فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آيات عظيمات تفخر بها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها في كون رب العزة والجلال قد سمع كلامها، وقد أنزل الله فيها هذا الحكم العظيم رضي الله عنها وأرضاها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. العجب أين مشاهدي الأكارم؟ العجب ليس في كون الله يسمع كلامها، فإن الله تبارك وتعالى يسمع كلام جميع الخلق، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ولكن رب العزة والجلال حينما ينزل آيات احتراما وتقديرا لهذه المرأة وبيانا لحكمها ولحالتها، فهذا هنا الشرف وهنا الرفعة في كون الأحكام تنزل لبيان ما وقع لهذه الصحابية الجليلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم، هذه المرأة أيضا تشتكي إلى الله، لا تشتكي إلى أحد غيره. وهذا الواجب على المؤمنة، أنها إذا حصل بينها وبين زوجها خلاف، سواء كان خلافا صغيرا أو كبيرا، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا تلجأ إلى أهلها ولا إلى صديقاتها ولا إلى جيرانها ولا إلى المجتمع فتفضح زوجها بكل سهولة وبكل يسر وتنشر خبره في كل مكان. هذه زوجة في الحقيقة مخطئة، لكن الزوجة الصالحة هي التي تفرش السجادة في الأرض ثم ترفع يديها إلى السماء، ليست أن تدعي على زوجها، لا، ولكن أن تدعو له وأن تسأل الله أن يصلح بينها وبين زوجها وأيلين الله عز وجل قادر أن يغير حالا. من الذي بيده الملوك؟ من الذي بيده القلوب؟ من الذي يتحكم في القلوب؟ من الذي يتحكم في الأخلاق؟ هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله كل ليلة فيقول: اللهم أني أسألك أن تهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالله عز وجل هو الذي يغير الطبائع ويهدي إلى الرشد ويلين القلوب سبحانه وتعالى. فعلى المرأة المؤمنة إذا حصل بينها وبين زوجها لتكن مثل خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها تشتكي إلى الله. والله يا إخواني ما خاب من اشتكى إلى الله، ما خاب. إذا اشتكيت إلى الله فالله يسمعك. ربما الذي تشتكيه لا يحسن الاستماع إليك واحد، ولكن الله يسمع كل شيء في كلامك، بل يسمع ما في قلبك سبحانه وتعالى من الأفكار والأوهام التي قد ترد إليك. ثم أيضا أنت تتحدث مع البشر وتشكي همك له ولا يستطيع أن يخدمك ولا يستطيع أن يقدم لك شيئا، ولكن الله عز وجل قادر على كل شيء. فحينما تضع شكواك بين يديه وتقول: يا رب يا سامعا كل شكوى، فإنه قادر أن يخرجك سبحانه وتعالى. والله ينجيكم منها ومن كل كرب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وتشتكي إلى الله، هذه المرأة تشتكي إلى الله لا إلى غيره، إنما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذ الحكم الشرعي، وإلا فهي من زمان تشتكي إلى الله تبارك وتعالى في بيتها. هكذا ولتكن المؤمنة وكذلك المؤمن. اشكو همك، اشكو قضاياك إلى الله تبارك وتعالى، فسوف تجد الله سبحانه وتعالى سميع، الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفك همك وينفس كربك. فمن لديه هذه القدرة
أحق سبحانه وتعالى أن تقدم إليه الشكاوى وأن يدعى جل جلاله وأن يطاع. وهنا أيضا أمر النفس حقيقة إخواني أمر يعني جانبه خطير، والجانب الآخر أيضا فيه نوع من الرحمة. الله سبحانه وتعالى حينما أنت ترفع إليه شكواك ربما النفس تأتي وتقول لك: ومن أنت حتى يسمع الله منك؟ أنت عاصي وقد فعلت وفعلت وفعلت، كيف تدعو الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن الله سيستجيب لك لأنك أنت بعيد عنه. إذا جاءك الشيطان اعلم أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وأنه يقبل الدعاء من العاصي. ومن الذي لا يعصي؟ من البعيد عن المعصية يا إخوان؟ كلنا عصاة، والله العظيم كلنا عصاة، حتى الصالحين يعصون الله ربهم، كلنا عصاة لله تبارك وتعالى، ما في أحد طائع لله كمان الطاعة الكاملة، لا أحد يستطيع أن يطيع الله الطاعة الكاملة. ولذلك لا يأتيك الشيطان يقول لك: يا أخي أنت قبل قليل كنت تعصي الله فلا تدعوه الآن. لا، ادعو الله عز وجل وتب إليه من قريب واشكوه وانسى أنك طائع. أنت سل الله كأنك أصلح الصالحين وأصدق الصادقين، سل الله هكذا وانكسر بين يديه واستغفر وتضرع واشتكي إلى الله تجد الفوز. وأما إذا تطرق إلى قلبك بأنك أنت صاحب معصية وبالتالي لا يليق بك أن تدعو الله، فهذا هو طريق الشرك بالله تبارك وتعالى الذي وقعت عليه الأمم السابقة حينما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون أنهم عصاة وأن الله لا يسمع دعاة العصاة، فبالتالي يبحثون عن وسطاء يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى، فوقع الشرك بالله. نعم، وقع الشرك بالله. من سماحة هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا وسطاء بيننا وبينه، وإنما أمرنا أن ندعوه مباشرة، أن ندعو الله عز وجل مباشرة. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى لم يقل فقل أني قريب، لا، فإني قريب. فالله عز وجل قريب مننا، الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان، قريب لسماعه، حاضر جل جلاله، رحيم بك ودود بك، يريد بك الخير. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وهاتان صفتان عظيمتان نثبتهما كما أثبتهما الله عز وجل لنفسه بما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وهذا هو مشاهدي الأكارم منهج أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم في الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى صفاته العظيمة الجليلة تليق به جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ الحوار الجميل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خولة بعد نزول هذه الآية، فقال لي: تقول مريه فليعتق رقبة. قالت: قلت والله يا رسول الله ما عندهم ما يعتق. يعني هي تطبق الآن الآية: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، إلى آخر الآيات في إيجاب العتق على من قال في زوجته أنت علي كظهر أمي. إذا قال هكذا فهذا حكمه الظهار، لا يجوز له أن يقربها لمدة شهرين حتى يعتق، لا يجوز أن يقربها حتى يعتق رقبة، أو أن يصوم شهرين متتابعين، أو أن يطعم 60 مسكينا. وليست هنا أو هنا للتخيير، وإنما هي للترتيب. فإن استطاع أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيجب عليه بعد ذلك أن يطعم 60 مسكينا. وهذا التدرج هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام تحقيقا للآية. فقال لها مريه فليعتق رقبة.
قالت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق، يعني فقير. فإذا كان فقيرا ماذا يصنع؟ هل يبقى في الإثم؟ لا، هناك حل، فليصم شهرين متتابعين دون انقطاع، يصوم شهرين متتابعين على حسب ما فصله الفقهاء في أنه إذا انفصلت هاتين الشهرين وهذين الشهرين بصيام مثلا بأيام التشريق وأيام الأعياد المحرم صيامها، فإنها لا تضره إذا أفطر في ذلك، فيكون ما بعده متواصل. مثلا يفطر يوم العيد من عيد الفطر المبارك ثم يواصل الصيام، نعم، أو في أيام التشريق أو في أيام التي يجب عليه أن يفطر فيها. فقالت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، إنه شيخ كبير ما به من صيام، يعني لا يستطيع أن يصوم، فبالتالي لا يتمكن. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. وسقا من تمر، الوسق هو نوع من أنواع الزنابيل التي كان يوضع فيها التمور، وغالبا ما يكون فيه 60 صاعا. فقالت قلت يا رسول الله ما ذاك عنده، يعني أيضا هو فقير ما عنده وسقا من تمر. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. العرق من التمر هو أقل من الوسق. فقالت هي أيضا رضي الله عنها وأرضاه فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. فأصبح الآن لديه عرقين من التمر. قال قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت فعلت. انتهى حديث خولة رضي الله عنها وأرضاها. هكذا خرجت منه سعيدة طيبة نفسها، بل قد جاءت تشكو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلين الله تبارك وتعالى قلبها حتى رجعت وتصدقت أيضا لزوجها. وهذا يجوز للمرأة أن تتصدق لزوجها إذا كان فقيرا معدما. وهكذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام خولة بزوجها هذا الشيخ الكبير. وهكذا أيضا إخواني وأخواتي، فنوصي بعضنا بعضا خيرا ولنعش بسلام وأمن وأمان. أنتم رأيتم كيف هذا الدين يحث على الخير، عليكم أن تفخروا بدينكم، وعليكم أن تسألوا الله تبارك وتعالى أن لا يتوفاكم إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انظروا إلى هذا الدين العظيم كيف يراعي حالات المرأة وكيف يدافع عنها، يعني وهذا شرف لجنس المرأة، شرف لجنس المرأة أن الله تبارك وتعالى استمع إلى كلامها وأنزل الوحي فورا إلى رسوله في الدفاع عنها واحترام لكلامها. على المرأة أن تشرف وتعز بهذا، وأن تطيع الله تبارك وتعالى، وأن تكون ساجدة قائمة محجبة عفيفة طاهرة لربها تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهدي نساءنا وأخواتنا إلى البر والإحسان، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. انتهى وقت البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم وأنتم على خير. وأقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تبارك وتعالى أحكم وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.